السلام عليكم. انا غبرت عليكم البارح لانه كانت وقعت لي واحد الحاجه. شوفوا، سافرت وما كتبش الله ورجعت، ولكن انا حتى شي واحد ما عرفني بانني سافرت، حتى شي واحد ما عرفني فين مشيت، حتى شي واحد ما عرفني فين جيت، حتى شي واحد ما عارف. تخيل لدرجه ان الموظفين اللي معايا وبديعه والناس اللي قرابين ليا ما عارفينيش فين مشيت ولا فين جيت. وانا البارح كانت عندي الطياره للسعوديه، مشيت. هانتوما هاد التيكي شفتوه، نوفل موسى، اسطنبول، جدة. كان عندي مع 9 الليل، وصلت مع شي 9 الليل، وصلت مع آه الوحدة وشي حاجة. مشيت باش ندير عمرة. ملي مشيت ندير عمرة أنا كان عندي مشكل في السعودية، ديال الهيئة، الله ياخذ فيهم الحق، الله لا يسامحهم، أوسخ بشر على وجه الأرض، اللي حيوديقن على الفاضي، أكبر فاسقين وفاسدين في الأرض. الحمد لله أن السعودية تخلصت منهم، الحمد لله، لأنه هذوك الناس وسخين بزاف، كانوا غيدمروا صورة السعودية. ولكن الحمد لله، أنا صراحة التجربة اللي عشت أمس في السعودية ديما نبقى نذكرها وديما نبقى نشكرهم. وصلت المطار في الاستقبال كانوا الشرطيات كلهم نسوان، الحمد لله، كانوا في قمه التعامل في الاحترام والصوب والادب وهذه. صافي قالت لي دير تقول لي ممكن تتفضل معنا؟ قلت لها انا عرفت بعدا، قالت لي تفضل معاه. انا كنت بالمحرم على فكره، لانه كنت رايح غادي عمره. فمشيت داتني عند الشرطي تيقول لي صافي خلي بس نشوف شنو عندك في الموضوع وشوف اذا. المهم قال لي تفضل معايا. قلت لك، يقول لي شوف الا كانت شي امور فيها تسهيلات راح انا غنوقفوا معاك، ولا كانت شي حاجه اللي توجب علينا اننا نرجعوك من المطار راه غنرجعوك. قلت له واخا سيدي ما كاين مشكل. ويقول لي تفضل جلس. مشيت جلست شويه، وجا عندي واحد بوليسي اخر داني المكتب، وكانوا تما البوليس بزاف، وسبحان الله كان وقت الاكل وعزموني على الاكل. على فكره ما عارفيني لا مشهور ولا القصه ديالي، ما عارفين عليا والو اصلا، ما عارفينش هما اصلا السعوديين ما عارفين عليا والو، بس لانه انا مغربي جابوا من الاكل، عزموني على الاكل ويكبوا لي الشاي، ومن بعد الشاي برد بدلوا لي الشاي. واحد التعامل تنقول واش هادو سعوديين ولا؟ يعني شفت سبحان الله. انا صراحه دوك الشرطه كنتمناهم لاي بلاد. واحد التعامل ماشي طبيعي، واحد الاحترام، واحد التقدير، واحد الحنانه، كتحس يعني ما يركبوش فيك داك الخوف. اصلا انا ما تنخافش الحمد لله، ولكن ما تركبوش فيك داك الخوف، فهمتي؟ يعني تعاملوك بانسانيه وباحترام وبقلب مفتوح وبصدر مفتوح، وواحد ابتسامه عريضه، ويجي بوليسي ويمشي بوليسي ويجي بوليسي ويمشي بوليسي، وتعامل جد راقي، لدرجه انهم ما دخلوش معايا في التفاصيل شنو المشكل. لا، كان عندك صافي بقاو كيتسناو، قالوا لي شوف الى المشكل خلص 10 سنين غتدخل براسك مرفوع، بس الا كان اقل من 10 سنين لازم تكمل 10 سنين، لانه انت كان عندك مشكل في 2015 شهر 8، يعني المشكل ديالك كيسالي 2025 شهر 8. هذا هو اللي اكتشفنا في الاخر. ما يقولوا لي ما لقيناكش الحل، واش تبغي تستنى يقطعوا لك هما يعني على النفقه ديالهم، ولا تقطع انت؟ قلت لهم لا 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 نقطع انا. صافي مع جيت انا قطعت. وبطبيعه الحال هذه تذكره العوده. هانتوما مع حتى البوردين، لانه انا ما دزتش من ما خرجتش ودخلت، لانه بقيت غير في المطار الداخل، فما قطعش اللي قطعته قدامكم. هذا هو البوردين باش رجعت من جده لاسطنبول في الصباح. الحمد لله كاين واحد البوليسي وقف معايا حتى هو حتى الاخر، تيقول لي بغيتي تتغدى، بغيتي تفطر؟ قال الفطور. قلت له تغدى. بغيتي تفطر؟ بغيتي دير شوبين؟ قال لي اللي بغيتيها. بس كان وصلني حتى للباب. تعاملهم زوين. المهم انا ليسونسيال، انا فرحان بزاف، لانه درت النيه ديالي، صليت انا في الصباح هنايا، درت القران، صليت في الطياره، درت نيه العمره في الطياره، عشت الشعور ديال النيه. المهم النيه تقولها ابلغ من العمل. المهم انا درت نيتي انني نمشي عمره. انا بالنسبه لي انا كنهضر على راسي، انا معتمر، فهمتوا؟ انا معتمر، ما كيهمنيش وصلت العمره ولا ما وصلتش لمكه، انا معتمر. اعتمرت بالنسبه لي انا، لانه انا النيه ديالي كانت عمره. ولكن كانت واحد الاسباب اللي وقفتني انني ما نكملش العمره، ومن حقهم، وهما عندهم نظام وعندهم سياده وعندهم كل شيء. فانا اكيد انا مواطن اجنبي، وجيت ندير مراسم العمره وما كتبش ليا. ولكن ان شاء الله من بعد واحد 7 شهور 8 شهور نقدر نمشي العمره، لانه هما قالوا لي غتسالي لك ديك 10 سنين. وعلى فكره قالوا لي الحج تقدر تجي يعني في موسم الحج تقدر تجي، ما كاينش اللي غيرجعك. واخا تكون يلاه جراو عليك مثلا من الخارج من السعوديه، الحج كيمسح كل شيء. فالحمد لله انا فرحان بزاف، لانه مادام انني فكرت ندير عمره ونمشي للسعوديه، اذا وانا عندي فكره العمره في راسي. شفتوني لابس داك المحرم، شفتوني درت نيه، شفتوني صليت، الحمد لله. وبحكم انا
كيعجبني ندير مزيان مع الناس، فقلت علاش لا ما نعاود لكمش القصه، واخا حتى شي واحد ما كان عارفها، وباقي دابا باديه ما عارفاش وجايه دابا عندي للدار باش تفطر معايا وما في خبرهاش. دابا منين تجي الا شاف ستوري تكون في خبرها، والا ما شافتش راه غادي نعاود ليها. فانا كانوا خواتاتي وخوتي هما اللي عارفين بوحدهم، لانه هذوك اهلي، اما شي واحد براني حتى شي واحد ما كان عارف. فالحمد لله